بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. اللي يحب النبي يصلي عليه. زي ما انتوا شفتوا طبعا، دي عربية في الطريق كسر أكس، وربنا كرمنا لأن ما كنتش لاقي أكس في طنطا خالص، والحمد لله لقيته، رحت جبته ورحت العربية طبعا. زي ما انتوا شايفين واقفة في نص الطريق، واقفة في اليمة الشمال في الطريق. يعني الحمد لله والشكر لله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، أكس مكسور أكنك قطم خيارة. الاكس ده اما بنيجي نطلعه اساسا والعربيه سليمه عشان اغير بيلي، بيطلع اساسا بيبقى اساسا قافش جوه. انا بقيت رايح طول السكه صلي على النبي بنيه ان ربنا يسهلها. بدانا طبعا نحاول نطلع البليه، مش عايزه تطلع خالص زي ما انتوا شايفين. كل ده واحنا على الطريق، وحاطين بقى طوب والجنطه عشان العربيات تعدي من جنبينا، لان احنا كنا في اليمه الشمال، اليمه اللي هي المفروض اليمه العربيات بتمشي فيها سريعه. كل ده عمالين نحاول في البليه انها تطلع، البليه بحته الاكس اللي مكسوره جوه. قلنا نحل المرايه اللي هي الصاج دي، هي كده كده كانت متطبقه من تحت، قلنا نحلها عشان توسع لنا. طبعا واخد العده بقى في جردل معاه وانا رايح شغل الطريق بقى. زي ما انتم شايفين المرايه متطبقه. حلينا المرايه بقى كده وركناها على جنب. برضو ابتدينا نحاول نطلع في البليه تاني والاكس تاني. المفروض ان هو له زرجينه اساسا، بس لما بيكونش مكسور، بس هو مكسور ما انتش عارف تمسكه منين. طبعا قمت اديها غيار وهو يحط المفك على اساس برضو نحاول فيها يعني باي طريقه انها تطلع. وبالمناسبه ده احمد برضو شغال معايا. بديها غيار تاني برضو كده عشان نشوف البليه نعمل لها دقره بالمفك وتطلع. كل ده احنا عمالين نحاول فيها. قلت له وسع لي بقى يا معلم، والحمد لله والشكر لله دخلت انا فيها. بقيت مفك من تحت ومفك من فوق في قلب الشبكه بتاع البلي. كل ده للعلم ليكم. والفيديو ده كله توعيه ان العربيه دي كانت محمله البتاع اللي هي بتاع المسامير، مش عارف ايه الكلام ده كله، محمله حموله زايده عن طاقتها. كل ده انا عايز اكسر الشبكه بتاعت البليه على اساس البليه تبوش واطلع الحاجه كلها. الحمد لله. الاكس طلع معانا زي ما انتم شايفين، الاكس المقطوم اهو. نضفنا وابتدينا نحط الجديد اللي احنا جايبينه. بدأنا نقفل. الحمد لله والشكر لله، والله كان من فضل ربنا علينا ان الاكس يطلع المكسور والعربيه يعني هنخلصها على الطريق كده. الفيديو يا جماعه التوعيه منه مفيش حمل تقيل خالص خالص خالص. والتوعيه برضو التانية ان انت لا قدر الله حصل منك حاجه زي دي ومش لاقي حد، تبدا ان انت تكسر الشبكه بتاعه البليه اللي هي ما بين الظرف الكبير والظرف الصغير عشان تقدر تطلع الاكس. بس التوعيه الاهم طبعا اللي هي الحموله، ان انت العربيات دي مش عايزه حموله زياده عن طاقتها. وربنا يسترها عليكم وعلينا جميعا. الحمد لله ان ربنا قدرنا
وعرفنا نعملها على الطريق. يعني كل ده طبعا بظبط بقى، وتيل واكل المسامير شغاله وكله. انا بقى اتاكدت ان كل حاجه تمام، ببدا بقى اقفل تقفيل ايه، يعني تقفيل اللي هو تقفيل تشطيب. زي ما انتم شايفين ده طبعا الاكس ربنا يسترها عليكم جميعا وعلينا. المفروض